في A1 لأنه هو بطل النسخة السابقة مثلا، لما أخذ مثلا استقلال أو تراكتور من نفس البوت، الاستقلال اللي هو بطل الدوري الإيراني، لازم أوديه أنا على B1، ما أقدر أحطه. فبطبيعة الحال الأندية الإيرانية ما راح تلعب ويا الأندية السعودية. وطبيعة الحال أنا لما جيت أوزع التوزيع، شو يصير؟ يقول لك الاتحادات اللي عندها 5 أندية ما لازم يكونون أكثر من 3 أندية في بوت واحد أو في مجموعة واحدة. فتم التوزيع على هالأساس، 3 أندية سعودية كانت في مجموعة واحدة، وناديين سعوديين كانوا في مجموعة أخرى. لما جو يلعبون كل بوت ما يلعب مع البوت اللي جنبه. الموضوع معقد جدا، ولكن من تجي أنت تدقق في اللوائح هم وضحوا الموضوع. المشكلة اللي صارت وين؟ أساس المشكلة اللي واجهوها الاتحاد الآسيوي هي خسارة الجزيرة الإماراتي من الاتحاد السعودي. لأن 5 أندية سعودية خربطت الحسبة. فأنت حتى تحقق مبدأ أن الأندية اللي من نفس الدولة ما يلعبون مع بعض بتواجد 5 أندية صعب، فاضطروا أنهم يعملون بعض الإجراءات وبعض التوزيعات حتى يمنعون الأندية السعودية أنها تلعب مع بعض. هذا بالنسبة للقرعة. ومن تمة القرعة احنا شفنا الحين احنا نتكلم على الواقع. هذا الواقع اللي صار. هذا بالنسبة للقرعة. بالنسبة للمفروض أنا إذا تسألني كرأيي كعبد الله، برايك أنا بعد المفروض أنت حتى تحقق مبدأ الشفافية وتحقق مبدأ تساوي الفرص، ما ينفع الأندية السعودية 5 يلعبون مع الأندية الإماراتية 3 كلها. وين التنوع في دوري أبطال آسيا؟ ما في تنوع. أنا اليوم إذا عندي مثلا شباب الأهلي، على فكرة هذه يمكن البند الثاني اللي كنا بنتكلم عليه، شباب الأهلي، الوصل والعين راح يلعبون مع 5 أندية السعودية. يعني هذا أنت خلقت دوري سعودي إماراتي في داخل دوري أبطال آسيا. هل من المعقول أنا وين التنوع في كرة القدم؟ التنوع إني أنا ألعب مع مثلا 4-5 أندية من دول مختلفة. أنت عندك أوزبكستان، عندك إيران، عندك العراق، عندك السعودية وقطر والإمارات. فأنت لما تيجي تلعب مع 5 أندية من دولة واحدة تحس في نوع من راح تخلق نوع من الملل، نوع من الإعادة. يعني إنه خلاص ما بنادي إمارات. هذا الدوري بين الإمارات والسعودية معناته. هذا دوري صار أنت خلاص في دوري أبطال آسيا تعمل دوري مستقل ما بين السعودية والإمارات. هذا أنا إذا تسألني على رأيي شنو اللي ممكن الناس تحسنه في المستقبل، أو إنك تتفادى مسألة هذه 5 أندية في دوري أبطال آسيا. أعتقد عدد كبير، ولكن الاتحاد السعودي استاهل أنه يتأهل، فاز بجدارة على الجزيرة الإماراتي. وأعتقد يمكن هذا هو اللي دفع الجزيرة الإماراتي أنه ينتقل بسرعة إلى سوق الانتقالات. سمعنا عن تاليسكا، سمعنا عن مالكوم. فيمكن حتى هذا يمكن جاب وقت متأخر، ولكن أنت بنهاية الأمر أنت خسرت. الاتحاد السعودي استحق التأهل وتأهل وموجود في دوري أبطال آسيا. نعم صحيح. ولكن إحنا يمكن اللي نتمناه أو كرسالة نوصلها هي أنه يمكن في المستقبل الآلية هذه تكون أبسط للمشاهد وللمتابع الكروي، وحتى اللي يقرأ اللوائح بالضبط. يعني أنا لما أجي يعني تحس إنه كثير في شروط، يعني كثير في شروط وضوابط حتى تضبطها كلها. معقد الموضوع بالنسبة للجميع. نعم صحيح. ولكن من نجي إحنا نشوف الجدول بنهاية الأمر، الجدول واضح. الأندية محطوطة على اليمين، كل واحد راح يلعب كم مباراة، 8 مباريات بالتوتل. جدول واضح، ولكن طريقة التطبيق يمكن الصعوبة تخلي الناس تسأل أسئلة كثيرة. صحيح. الأسئلة الكثيرة قد تشكك في نزاهة الاتحاد الآسيوي، وإحنا طبعا ما نشكك في نزاهة الاتحاد الآسيوي ولا أي اتحاد، ولكن الأسئلة الكثيرة هذه دائما نحاول تخلي الموضوع بسيط وواضح حتى ما يضطرون الناس يسألون أسئلة كثيرة. حتى الآن لو لاحظت الآن كل نادي مشارك في دوري أبطال آسيا حط لك المشاركات، حط لك البيت والطائرة وين بيلعبون داخل ويلعبون برا. المشاهد المتابع متشتت، يتابع الاتحاد ولا يتابع الوصل ولا يتابع العين. ما يعني قبل ذهاب وإياب كانت في أريحية شوية تعودنا عليها، أما الآن لا، كل نادي سوالك بوستر الآن أبو حميد وحاط لك المباراة في البيت يعني في الملعب، وما لا المباراة الثانية تطير فيها متاعب ترى، مو بشوية، مو بشغلة بسيطة فعلا. لكن أعتقد الأندية يجب أن تتأقلم، لأن هذا هو النظام الجديد، هو اللي تم تطبيقه السنة الماضية نوعا ما. ولكن الأندية يجب أن تتأقلم بالضبط. الاتحاد الآسيوي أيضا يحتاج إلى تطوير اللعبة، يحتاج إلى التنويع، يحتاج إلى تغيير نظام اللعب. مثل ما شفنا حتى دوري أبطال أوروبا تم تغيير النظام وتم تعديله وإضافته. صحيح تغير. فإحنا نحتاج أن الأندية أيضا تواكب التطور هذا، ولكن شوية تكون الأنظمة واللوائح وضوابط إجراء القرعة تكون واضحة بشكل كامل، سواء للأندية للاتحادات وحتى الجماهير والمحللين يعني. نعم.
لو شفنا جدول كذلك جدول الترتيب او جدول دوري ابطال اسيا، بتشوف الجدول شويه مخيف، كله مباريات. شوف مباريات يعني دوري ابطال اسيا للنخبه، ومعروف طبعا انه يعني القاره الاسيويه ما شاء الله من اكبر قاره، او هي القاره الاولى على مستوى يعني العالم، مشاركات كبيره فيها. نتمنى ان شاء الله التوفيق للانديه الاماراتيه، ولكن هذه المواجهه السعوديه اماراتيه فيها شويه 5 انديه مع الوصل والشباب الاهلي والعين. نعم، راح يلعبون مع النصر والهلال والقادسيه كل الفرق السعوديه والاهلي، وهم يعتبرون الخمسه الكبار في الدوري السعودي يعني. وهذا الشيء اعتقد، شوف، اذا نتكلم من الناحيه، يمكن ابو راشد يساعدنا بهذه النقطه، يمكن من الناحيه الفنيه انديتنا راح يفيدها هذا الاحتكاك مع الانديه السعوديه، خاصه الفتره الماضيه، تطور الانديه السعوديه بالضبط، المحترفين اللي موجودين، احتكاك كابتن، احتكاك. حتى اللي تتكلم المواجهات هاي اصلا صارت قبل